بيبدأ الفيلم بخبر على التلفزيون إن الشرطة وصلت لمستشفى محلي لقت حوالي 25 جثة مرميين على الأرض في حادثة ضرب نار جماعي. أغلب الجثث مش معروف هما مين ومفيش أي أدلة كافية، بس واحد من اللي اتقتلوا هو ديمتري بتروفيتش، زعيم أكبر عصابة في صربيا. كان موجود في أمريكا بتصريح دبلوماسي وأهله مش هيسكتوا على اللي حصل فيه، وفي إشاعة بتقول إن القاتل الخفي ده ساعدته موظفة من جوه المستشفى بس ما يعرفوش هي مين. بيعرضوا صورة حصرية للقاتل ده وهو فيليب اللي كان عامل في CIA، لكن المنظمة بتنفي علاقتها بيه أو تكليفه بأي مهمة في وقت المذبحة دي. وبيظهر فيليب بعد المذبحة وهو متخرشم ووشه متبهدل. بعد 7 سنين بنروح لجنوب إيطاليا، بيبقى في عربية إسعاف ماشية في الشارع بس جواها رجالة مسلحة على أعلى مستوى. السواق بيبعت صورة فيليب لكل الرجالة اللي في العربية وبيبعتها كمان ل2 راكبين موتوسيكل. وبيوصل قناص مأجور لسطح عمارة وبيجهز عدته. فيليب بيقابل فينيسيا بنته، بيسألها أخبار تدريب ضرب النار إيه، قالت له تمام. بيقول لها قهوتك بردت، هقوم أجيب لك غيرها. وهو خارج من الكافيه بيقابل الشخص اللي كان في عربية الإسعاف بيجري ناحيته، والقناص بيقول لهم إنه مش هيعرف يصوب عليه من هنا. فيليب بيقول لفينيسيا إن في حاجة غلط، عامل الدليفري للناحية التانية بيراقبنا، والواد اللي قابلته وأنا بجيب القهوة مش مريحني، خليكي مستعدة لأي حاجة. بيدخل للواد يقول له معاك سيجارة؟ قال له لا. بيحاول يطلع سلاح بس فيليب بيديله من غير رحمة، بيكسر عظمه وتدور العركة بينهم. بيرزعوا بالسلاح يكوموا على الأرض. الراجل خبرة برضه في الحوارات دي، عامل الدليفري بيبقى هيضرب نار على فينيسيا بس فيليب بيلحقها وينتشه طلقة. القناص بيضرب نار ويحاول يقتل فينيسيا اللي بتطلع تجري على جوه الكافيه. بتهرب هي وفيليب من الباب الخلفي وبيطاردوهم العيال اللي على الموتوسيكلات. بيدخلوا محل السمك ده ويفتحوا النار عليهم، بس على مين؟ بتاخد السلاح من الواد تتعامل، وفيليب بيستلقى التاني يكومه جنب صاحبه. بيبقى الواد أم العلقة ركب عربية الإسعاف، بيسأل العيال اللي على الموتوسيكل على مكان فيليب بس مفيش رد، خلاص اترحلوا على الآخرة. فبيقول للسواق اطلع على شقتهم. فيليب بيقول لفينيسيا انا هطلع الشقة اجيب حاجة وانت اقفي هنا راقبي الجو، ولو في اي حاجة كلميني. بيطلع الشقة يتأكد ان مفيش حد وياخد الفلوس والباسبورات. في الوقت ده فينيسيا بتلاقي العيال وصلت عند البيت فبتكلم فيليب اللي بيبقى مرقد لهم. بيمسك الاول يرزعه رجل وياخد التاني شمال في يمين، مفيش راحة ولا بالراحة، كله بيتراضى وما بيحرمش حد من واجب الضيافة. الرجالة برضه في بيته لازم ياخدوا واجبهم. قبل ما يمشي بيلاقي صورته على موبايل واحد من العيال دي. بينزل لفانيسيا اللي كانت ميتة من القلق عليه. بيركبوا عربية وفيليب بيلمس السلكتين ويخلعوا بسرعة. بتسأله ايه اللي حصل فوق؟ قال لها واحد من العيال اللي فوق كان معاه صورة ليا. قالت له ازاي؟ انت مش قلت لي ان كل معلوماتك اتمسحت من على النت؟ حتى CIA والانتربول معهمش صورة ليك، يبقى جابوها منين ووصلوا لك ازاي؟ قال لها ده اللي لازم نعرفه. بيروحوا فندق قديم يستريحوا فيه لحد الصبح. فينيسيا بتقول له انت مش قلت لي انك بطلت السكة اللي كنت ماشي فيها دي وهنعيش سوا ونعوض القرف اللي شفناه وانت شغال جاسوس؟ قال لها حصل، بس الموضوع اكبر مني ومنك، المهم استريحي دلوقتي عشان يومنا بكره طويل. تاني يوم الصبح بيتحركوا على قريتهم في سلوفينيا. بيروح لصاحبه غوفال اللي بياخده بالحضن ويرحب بيه جدا. بيقول لها كبرت يا فينيسيا، ده انت كنت مقروضه صغيره. بيدخلهم البيت ويتاكد ان محدش شافه. بيقول له هو في ايه في امريكا؟ قال له طار قديم كنت باخده. قال له بس لسه ما خلصت والا ما كنتش جيت هنا. بص يا فيليب المكان هنا هادي طول عمره زي ما انت عارف، والناس في حالها وغلابه، لحد من يومين جه شويه عيال غلط وشكلهم صيع باسلحه وعربيات. الزعيم بتاعهم عيل طري كده سال على مكانك، ولما ما حدش رد قتل 2 من غير رحمه لدرجه عمك عملها على روحه. رجع سال تاني وقال انك قتلت اخوه ديمتري بتروفيتش ورجالته، وان بقاله سنين بيدور عليك لغايه ما حد قال له انك اتربيت هنا. ليديا بنت عمك لما جت من الشغل لقيتهم ماسكين واحد من رقبته وعرفت انهم بيدوروا عليك، فقالت انها بنت عمك وعارفه مكانك. انت عارفها قلبها ميت وما بتهبش حد. قالت للواد سيبه، ولما مرضيش سحبت منه السلاح وضربت عليهم نار وجريت، بس الزعيم بتاعهم اداها طلقه. من خوفي عليها وعلى اهل القريه دلتهم على مكانك، ما تزعلش مني. بيقول له ولا يهمك، المهم ان ليديا بخير. بيروح يطمن على ليديا. بتقول له عملت ايه يا مدهول، دول قلبين عليك الدنيا. غوفال بيقول له الناس دي مش هتحلك، يا قاتل يا مقتول. بنروح لشمال ايطاليا. فيلاد العبيط بيبقى قاعد يجلد ذاته بالسكينه على انغام البيانو. بيدخل عليه الراجل بتاعه يقول له ان فيليب فلت مننا. قال له مش مشكله، الذكي هو اللي بيحترم خصمه والعبيط اللي يستهون بيه، وبعد اللي عملناه في اهل قريته اكيد هيخرج عشان يرد، ساعتها نخلص عليه. فيليب وفانيسيا بيودعوا غوفال ويسافروا على شمال ايطاليا. وهم في الطريق فيليب بيخلي فانيسيا تبعت رساله لحد. بيقابل هولمان اللي بيقول له ايه اللي رماك علينا الساعات دي، ما كنا مرتاحين، وصولك ازاي يا جلاب البلاوي. فانيسيا بتقول له انهم راحوا القريه وفتشوها وعرفوا من هناك. هولمان بيقول له احنا عملنا اللي طلبته، مسحنا كل حاجه تخصك وكنا مبسوطين اننا مش هنشوف وشك تاني. قالوا القلوب عند بعضها والله. قال له ده غير ان احنا قلنا لك اقتل ديمتري بس مش هو وعيلته، وفي مكان عام زي المستشفى. فيليب قال له اصل كنت بحط التاتش بتاعي. هولمان بيقول له انت عاوز ايه دلوقتي؟ فانيسيا قالت له شويه معلومات صغننه بس عن فيلاد. قال لهم انتوا مجانين ولا ايه؟ فيلاد ده غير اخوه الهلهوله خالص، ده له يد في كل حاجه، بترول تلاقي، اسلحه ومخدرات تلاقي، مش هتعرفوا تعملوا معاه حاجه. فانيسيا بتقول له احنا مش هنروح له، احنا هنستدرجه. سمعنا ان عنده محفظه عملات رقميه عليها 500 مليون دولار في بنك معين بيستخدمها في غسيل الاموال، كل اللي احنا محتاجينه اسم
البنك بس. قال لهم ادوني دقيقه واحده. بيكلم ساندرز اللي كان شغال معاها في CIA قبل ما يتفصل بعد مذبحه المستشفى اللي شالها مكانها. قال لها انا عاوز اسم البنك اللي فلاد بتروفيتش شايل فيه فلوسه. قالت له طب وانا هستفاد ايه؟ قال لها كتير، انت بس ساعديني. بيقفل معاها ويقول لهم بما اني هديكوا اسم البنك وهساعدكم في العمليه يبقى انا هاخد التلت. بيضطروا يوافقوا وبيطلعوا على فندق هولمان حاجز لهم فيه باسماء مختلفه. بعد كده بيحصلهم على هناك. بيقول لهم ده مش اي فندق، في اخر الشارع على الشمال في بنك صغير كده، لكن في الحقيقه انه بنك وهمي عباره عن مكان الناس اللي بتشتغل شمال بتشيل فيه فلوسهم، وهو ده البنك اللي فلات حاطط فيه كل تمويلاته بما فيهم المحفظه الرقميه. كل اللي عليكم تراقبوا البنك ده كويس وتجمعوا المعلومات اللي انتوا عاوزينها. بيراقبوا البنك كويس من بره ويعرفوا مواعيد العمل بتاعته، ناقص بس يراقبوه من جوه. فانيسيا بتضرب البوت الجلد بتاعها وتعمل نفسها عميله جايه تحط الماس في البنك، وان اللي رشح لها البنك ده هو فلاد بتروفيتش، لكن ده الماس مضروب طبعا. بتراقب البنك كويس من جوه وتعرف عدد الامن وشكل الخزن، وتقول للمدير انها هتجيب الالماس في خلال الاسبوع ده. بتقعد هي وفيليب وهولمان يحطوا الخطه سوا. بيجي يوم التنفيذ بعد ما بياكدوا على الخطه كذا مره. هولمان ابن الغداره بيكلم فلاد يقول له انا عارف مكان فيليب، ممكن اقول لك مقابل 10 مليون دولار. فلاد بيقول له 5 حلوين عليك. قال له انت لسه هتفاصل؟ قوم اطمن على فلوسك قبل ما فيليب ياخدها ويخلع. بتبقى فانيسيا بتسلم الالماس المضروب لمدير البنك. بيجي يكشف عليه بتقول له بذمتك انا هكلف نفسي واحط الماس مضروب في بنك؟ فين الثقه؟ ده فلاد مأكد لي. الراجل بيعتذر لها وهو بيحدد الخزنه على الكمبيوتر. بتغفله وتحط جهاز يقدر يخليها تتحكم في الكمبيوتر من الموبايل بتاعها. بعد كده بياخدها يوريها الخزنه عشان تحط فيها الالماس. اول ما بتدخل الاوضه بتشغل الجهاز اللي هيشوش على كاميرات المراقبه وتقوم ملبسها في الخزنه. بتتحكم في جهاز الكمبيوتر من موبايلها وتعرف رقم خزنه فلاد. بتحط عليها قنبله صغيره تفجر الخزنه تتفتح. بتاخد الفلاشه اللي عليها المحفظه الرقميه تخبيها في جيبها. بيبقى الحرس سمعوا صوت الانفجار ده وبيجروا يشوفوا فيه ايه. بيدخل الاول ما بيعرفش يعمل حاجه، فانيسيا بترزعه بالعصايه اللي معاه. بيدخل التاني دب طخ ما بياخدش في ايدها غلوه تكومه جنب صاحبه. بتخرج بسرعه تركب الموتوسيكل عشان يهربوا من المكان، لكن رجاله فيليب بيوصلوا يشوفوهم قبل ما يهربوا وتبدا بينهم المطارده. هولمان بيراقب الوضع من شباك الفندق وبيقول لهم كل واحد يجري في اتجاه، قدامكم دقيقتين بس. فلاد بيقول لرجالته اللي تلمحوه مرجحوه، المهم ترجعوا بالفلوس. بيفضلوا يطاردوهم ويجروا وراهم من هنا لهنا. هولمان بيعمل نفسه ماشي عادي في الشارع، فبتعدي فانيسيا تديله الفلاشه. بعد ما بياخدها بيرمي السماعه اللي بيتواصل بيها مع فانيسيا في الزباله ويركب عربيه. شخص مقنع بيهجم على فيلة فلاد يدور الضرب في رجالته يبططهم على يمين على طلقه شمال، ما بيعتمدش سبت ولا حد. الحارس بيشوفه في الكاميرات فبيقول لنادية حبيبه فلاد. في اللحظه دي الشخص المقنع بيقتله. بتبقى عربيه من الاتنين بتطارد فانيسيا ويفتحوا عليها النار، بس هي بتتعامل وتركب الواد الشلاحات وتهرب. العربيه التانيه بتزنق الموتوسيكل التاني وبتطلع ليديا هي اللي سايقه. بيحاولوا يضربوا عليها نار بس هي بتهرب منهم. بيبلغوا فلاد اللي بيقول لهم هاتوها من شعرها وهاتوا المحفظه يا ولاد المبقعه. بيطلع الشخص المقنع ده فيليب. بيوصل باب الفيلا يلاقي فلاد مستنيه مع 2 من رجالته. بيقول له يعني انت كنت عارف انها بعت الرجاله تنقذ المحفظه فيخلى لك الجو وتيجي هنا. بيبص للتحش ده يقول له عرفه ازاي بنتعامل مع الصراصير في بيتنا. الواد بيخش عليه لكن بيروح لقدره. فيليب بيطحن فيه ويكسر عظمه. بيسحب الواد سكينه عشان يضرب بيها فيليب اللي بيعمل شقلباظ وياخدها منه ينقطه بيها يخلص عليه. فلاد بيدخل المطبخ يجيب سلاح من الشفاط يديه للراجل التاني ويفتح التلاجة يطلع بندقيه من جنب الاناناسه عشان يبقوا مستعدين للوحش. فانيسيا بتبلغ فيليب ان الفلاشه مع هولمان وانه غدر بيهم وخدها وخلع. بيبقى باقي العصابه لسه بيطاردوا ليديا لانهم فاكرين الفلاشه معاها. بيفضلوا يضربوا على بعض نار لحد ما بتدخل محل جزم وهي بتهرب من الباب التاني بتتخبط في رجليها وما بتبقاش قادره تجري. بتتحامل على نفسها وتحاول تهرب منهم لكن وصلت لحته سد. بيمسكوها يفضلوا يضربوا فيها. بيفتشوها ما بيلاقوش معاها الفلاشه. فيليب بيخش على الواد يديله بالسكينه في خده. بعد كده يكسح فلاد على الارض. بيفضلوا يعجنوا في بعض وفيليب بيبقى مسيطر على الوضع. بيعمل شقلباص في الهواء يكسر عظم فلاد. بيخنقه بركبته والولا بيبقى خلاص هيفرفر. بس بتدخل ناديه تقول له ليديا معانا لو ما بعدتش عنه هنقتلها. فبيضطر يسيبه. فلاد بيقول لفيليب عشان اضمن سلامتي حياتي قدام حياتها. ففيليب بيوافق. بيقول لرجالته هاتوها على الفيلا. فيليب بيقول له بس ده مش الاتفاق. فلاد بيقول له هو انا عاوز منها ايه يعني؟ 2 ساعتين وهمشيها عشان انت كلامك كله ما يصفاش على الربع. انا مش عاوز اي حاجه غير ان اخد حق اخويا منك. ففيليب بياخد بعضه ويمشي. فلاد بيكلم هولمان يساله على الفلاشه. قال له معايا ما تقلقش. فلاد بيقول له فيليب كان هنا. قال له ازاي؟ ده انا شايفه بعيني دي بيسرق البنك مع فانيسيا. قال له غفلوك يا قفص. استخدم بنت من القريه عشان يجي هنا يقتلني. اسمع ياض لو حصل اي مفاجآت تاني اتفقنا ملغي. قال له عيب عليك ده انا داخل عليك اهو. بيروح يودي له الفلاشه اللي بتطلع فلاشه مضروبه. بيبقى فيليب قال لفانيسيا تخلي الاصليه معاها وتدي المضروبه لهولمان. فيليب بيروح يقابل فانيسيا ويطمنها عليه. بيقول لها ليديا مع فلاد ولازم نتصرف. بيتصل بهولمان يقول له كنت عارف ان اخواتي من زمان وهتبلغ فلاد عن السرقه زي ما بلغته بمكاني وعرفته القريه بتاعتي لان انت الوحيد اللي كنت تعرف. قدامكم
12 ساعة تقابلوني في القرية ومعاكم ليديا تسلموها لي وتستلموا الفلاش. فيلات بيقول للراجل بتاعه ترجع بالمحفظة ومعاها جثته، ده قتل اخويا اللي رباني وما استخسرش فيا اي قرش حرام من فلوسه الشمال. فيليب بيروح لغفال يقول له عاوزك تخبي اهل القرية كلهم في الدير لان ليديا معاهم، هنجيبهم هنا ناخد ليديا ونخلص عليهم. غفال بياخدوا المخبأ اسلحة من ايام الحرب الباردة، بيقول له عندنا هنا كوكتيل فاخر من الاخر، بنادق على بواديك على حاجات من اللي قلبك يحبها كلها تنفعنا. بيتحرك فيلاد مع رجالته ومعاه هولمان للقرية، بيوصلوا يلاقيها هص ومفيش اي حس. فيلاد بيحط السلاح على رقبة ليديا وينده على فيليب بصوت عالي يقول له معاك 10 ثواني تجيب المحفظة يا اما هفجر راسها. فيليب بيظهر ويديهم الفلاشة، بعد ما بيتاكدوا انها الاصلية بيقول له سيب ليديا تمشي. قال له بالسهولة دي بعد اللي عملته في اخويا؟ ليديا بتديله بالكوع تكومه على الارض وتجري. فيليب بيضرب نار عليه ويفتح النار هو وفينيسيا على العصابة. الراجل بتاع فيلاد بيمسك ليديا وضرب النار بيبقى شغال بينهم زي اللسعة. في الهرجلة دي هولمان بيتسحب وياخد المحفظة وسلاح. فيليب بيطلع البازوكا ويضرب عليهم، بعد كده بيمسك الواد ده ويفضلوا يعجنوا في بعض. الواد بيبقى مفرتك فيليب ورنه علقه ملحسه التراب. بيسحب سكينة من جنبه عشان يضرب فيليب اللي بيلف ايده يغزها في جنبه، بعد كده يديله القاضية في زوره. ليديا بتقدر تسحب تجيب سلاح من على الارض تصطاد بيه واحد وتفك نفسها. فانيسيا بتلحق هولمان قبل ما يهرب، بتخش عليه تفشفش عظم وهو اصلا ما فيهوش قلمين. بيرفع عليها السلاح ويقول لها فيليب في عدد المتوفين وانت هتحصليه، بس بيوصل فيليب يهبده روسيا فبتقع الفلاشه تتكسر. هولمان بيفضل يندب. فيليب بيقول له ان الفلوس ما تفرقليش، اللي يفرق لي الحق، وبيشمطوا رجلي. ليديا بتيجي تجري عليهم. فانيسيا بتقول لهم كويس اني عملت نسخه من المحفظه، كده معانا فلوس حلوه قوي نظبط القريه بعد اللي حصل. بيبقى فلاد لسه عايش بس مصاب، بيطلع لغفال بالسلاح بيتحايل عليه يساعده، بس غفال بيتف في وشه وبيطلع عليه اهل القريه بالعصيان يخلصوا عليه وياخدوا حقهم من اللي عملوا فيهم. بعد كده بيحتفلوا ويرقصوا سوا بعد ما نجحت خطتهم وقدروا يقضوا على فلاد وعصابته. وفي النهايه لو عجبك الفيلم دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديده. ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه ما تنساش تكتبوا لنا تحت في الكومنت.